أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأحبة في برنامج أثر، وضيفنا اليوم الشاعر علي شاهين. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك زهراء، وشكرا لهاي الدعوه، واتمنى تكون حلقه مثمره، وهذا مو ادعاء بس ان شاء الله الحلقه تنال اعجاب الناس. إن شاء الله يا رب. الله يسلمك. مستعد لليوم؟ ان شاء الله. ان شاء الله محتوى جيد نقدم للناس. الله الله يسلمك. يسلمك. علي، أنا اللي لفتني مبدئيا في قصائدك أغلبها مفردات يعني حرب وقاسية، يعني عادة الشعراء اللي اشتهروا به هي قصائد غزل، مو تمام؟ صحيح. أنت ليش ما كتبت أو اشتهرت بالغزل؟ يعني انا ما راح اكون مثالي بجوابي، امم بس كل من اختار القصه اللي يصير بطل بيها. صراحه زين. ابسط شيء، المريض من يروح للدكتور هو امامه خيارين: الخيار الاول العلاج، والخيار الثاني التدخل الجراحي. فمرات هو يختار التدخل الجراحي، ليش؟ حتى يطيب بسرعة. رغم ما راح هو يشوف مشهد كارثي، يشوف دكتور وبيده أداة حادة، بس رغم هذا يوافق على العملية، ليش؟ حتى يطيب. ويمكن أنا محظوظ، لأن أول ما سمعت بيت للمتنبي عظيم: أي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. النوب من بديت أكتب لقيت قصيدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، وهو يقول: قفي ساعة يفديك قولي وقائله، ولا تخذلي من بات والدهر خاذله. مهم. أنا عالم بالحزن منذ طفولتي رفيقي، فما أخطي حين أقابله. له كفا إذا ما أراحها على جبل، ما قام بالكف كاهله. يقلبني كالنسر يحمل طيره، ويبقيني مكتوف الجناح يحاوله. فإن فر من مخلابه طاح هالكا، وإن ظل في مخلابه فهو آكله. فيمكن أني لأن سمعت هاي القصايد وكان قدامي طريقين: الطريق الأول الطريق السهل، زين. اكتب الاشياء الموجوده والمستهلكه اللي يعبر عنها الغزل، مع احترام للشعراء اللي يعني بعضهم محترمين ويكتبون الغزل بطريقه حلوه. وكان قدامي خيار ثاني، انه اختار طريق لنفسي، مثل ما اهلي اختاروا لي اسمي، خلينا على الاقل اختار طريقي تكون منفرد به. منفرد حتى الناس تحفظني. يعني انا سمعت احد الشعراء، والله ما يذكرني، يعني ما جاي يحضرني اسمه، زين. قال لي: علي، اذا تريد تبقى بذاكره الناس لازم تكتب اشياء مؤثره. اشياء مؤثره. فشنو القساوه من اقول: رجعت الواقع تفاجأت بالمرسال، بخط ما ينفهم بس القرا يبرد، كاتبت الحبيب بقلق واستعجال، بحيث اللي يقرا يسمع رجفه المعضد. شنو المشكله؟ وين القساوه هنا؟ زين، وين القساوه والمفردة الصعبه من اني اكتب بيت بقصيده ذاتيه الي، واتذكر جيراننا بشارع بنت جيراننا، اتذكرها بشارعنا القديم، كبرت بالعمر وما تزوجت لأن الدار أمها وأبوها، وأقول: هيك تخيل مني طب هدوء الليل، بنية مشيبة وعلى رموشها تباوع، وتفل الضفيرة قبال المرايات، تتفاجأ بديها شقد شعر واقع. وين القساوة؟ أنا لازم أوصل لهذا الصعب، ولازم أوصله للناس. مثلا بأحد القصائد من وصفت شريحة كبيرة رغم المفردات قاسية، الناس اللي تجي من الشغل تعبانة وما تلحق حتى تغمض، فأقول: آخر رجفة لي ما كانت من الخوف، أصلا مو مهمة وما أتذكرها، اللي ينام بصفي ما فززت رغم الروح، حلمة واحد يشلع بظافرها. ايش قد قاسي هذا البيت. إيه، هو هاي القساوة مثل ما قلنا احنا على بخصوص المريض، هذا التدخل الجراحي. ما أريد أبيع بضاعة نازل سعرها على الناس وأعليها بالميديا، أنا هذا مو دوري. أنا دوري أكون مؤثر، أكتب وبهذا انت تميزت. طبعا طبعا. وقلت لك أنا حالفني الحظ اسمع حيد شعراء، والشعراء الشعبيين، يعني كاظم اسماعيل القاطع، عريان السيد خلف، الله يرحمهم، سمير صبيح، هواي شعراء الفترة الذهبية، الإيهاب المالكي، اللي أتذكر يعني. تحياتنا له. تحياتنا لهم جميعا، والله يرحم المتوفين طبعا. اللي يقول قصيدة للسيدة رقية، سلام الله على سلام الله عليه. السيدة رقية، يقول: يا يونسيف حكايتي قدري، اليتم والقتل والتعذيب في صغري، أنا طفلة لم تعهد اللعب، أهدى إلي القوم رأس أبي. أنا من اسمحيت شلون أكتب أشياء، مع احترامي ترفه، مو ما أحبها، بس أنا ما أحس بروحي خوش شاعر من أكتب ذني، إلا أكتب الأشياء اللي يشبهني. كلامك قوي. تعتقد اليوم راح يغير من نظرية الشعراء أو المقبلين على هذه المرحلة؟ يعني أنا ما أريدهم يتغيرون،
مو قلت لك أنا بالبداية كل من اختار القصة اللي يصير بها بطل فعلى راحته. وأنا ما جاي أعمم، مو كل الناس اللي يكتبون غزل هم سيئين، لا بالعكس اكو ناس انا هواي احترمهم. لكن كل إنسان شق طريقه. لكن انا تمام. اليوم اختاريت هذا الطريق. خل اخسر بيه، خل ما يجيني جمهور، خل حسابي مو قوي، شنو المشكلة؟ ما يأثر. تمام. أكثر الرسائل أنت كشاعر شنو تجيك من الجمهور؟ شنو اللي يطلبوه من عندك؟ يا هواي رسائل زهراء تجي، بس من نطلع ببرنامج او امسية او مهرجان زين. هم مو يعانون من مشاكلهم اليومية او قضاياهم، مش متوقعين من الشاعر اي شيء هم يمرون به لازم انا اكتبه. فهذا اللي يقول لي اكتب لي اليوم صارت عندي هاي القضية او عندي هاي المشكلة. زين. انا ما اكتب الاشياء اللي ما احسها وما عايشها، صراحة صعبة علي. انا ما اريد اقول لك انا خوش شاعر واكتب كل شيء، لا، اكو اشياء انا احسها اقدر اكتبها وابدع بيها، بس اكو قصة استفزتني صراحة. شنو هي؟ الرسالة مضمونها كالآتي أي. على الانستغرام: السلام عليكم شاعرنا، انا حبيت بنية وتقدمت عليها وخطبتها وحددت موعد الزواج، زين. ومن قرب موعد الزواج توفت، وانا التهيت بالفاتحة والناس اللي تجينا والدفن. يقول بس بنفس الوقت منتظر رسالة من خطيبتي تجيني تواسيني، على قولتهم تهدئ من روعة. وهذا المعتاد علي. المفروض. تمام. يقول جتنا رسالة باهتة. شلون؟ باهتة، رسالة باهتة، مو مال واحد يعزي. أي. يقول من ذاك الوقت تأكدت إن هاي ما تصير جهالي، فقال أتمنى تكتب لي شيء. استفزني الموضوع صراحة. فعل لسانه يقول هسه يلا تأكدت وانا دفن أمي، انت ما حليت شعرك، ودي بيها تراب من شيل الجنازة وانت ما مكسور ظفرك. إذا هيك من البداية شلون راح أقدر أربي وياك ولدي، وهي ما ظلت عليك البارحة كل الحزن خلصته وحدي. البارحة اللي ينعب بلاش وكان كلش منفعل، البارحة تلفت ودورج مثل اللي يضيع طفل. أنا ردتك تاخذين من الحرب بس أنا فارس، يشمر السيف ويجيك من التعب، وبعد ما نرجع سوية. المرة اللي ما عندها مشاعر لازم ترجع الذهب. سلامتك. جبتها على الذهب. إن ليش النسوان لما يزعلن ياخذن الذهب. ياخذن الذهب. مو هي فكرة انه المغزى من ممكن هذا؟ الرجال يبيع الذهب، يعني يستعجل ويبيعه، ما زين. ادري. هو من كان يعني موجود يمها وكذا. تدرين هو ليش؟ بيبيعه من كان. تدرين ليش؟ ليش تروح على الذهب تحديدا؟ مو ما هي. تفكر ممكن هو يتزوج، ممكن يطلقها. هذا المجتمع المادي. هذا المجتمع المادي، احنا نفكر بالمادة وما نفكر بقيمة الاشخاص. لو نفكر بيهم صح، شنو ذهب؟ ممكن شنو هو يضيع بيوت؟ من نيتها. لا هو شنو ذهب، شنو بيوت، شنو سيارة، شنو تليفون، يعني شنو ذني؟ انا قدامي شخص الى قيمته والى وزنه وانا احبه، اكمل حياتي وياه، مو اروح اخذ الذهب واشرد بيه. لو العكس، الرجال يبيع شنو هاي، يبيع الذهب، شنو هاي الحياة الزوجية البائسة؟ ليش هالتفكير؟ تمام. إيه؟ انا ما احب هاي الاشياء صراحة. مش انه بهذا السياق صار. طبعا وراح يظل طبعا، لان المجتمع مادي، مو كل المجتمع. لا اكيد احنا ما نعمم على الكل، بس احنا الأغلبية. بالمناسبة زهراء حتى انوه على هذا الشيء مرخصتك، الاراء اللي راح نقولها بهاي الحلقة ما نعممها، زين. بس اكو نسبة كبيرة من الاشياء اللي جاي نقولها موجودة. طيب اريد اسالك، اكو دائما بما انه احنا حكينا يعني عن الذهب والمرة لما تترك البيت والى اخره، اكيد راح تكون اكو ربما خسارات او كذا. فاني اكو عبارة دائما نسمعها من اهلنا: كل شيء بالحياة ممكن يعني يتعوض، خاصة يعني الاشياء اللي انت تخسرها. شنو اليوم الشيء اللي ما يتعوض انت اليوم برأيك؟ الما يتعوض العمر. الما يتعوض اليوم اللي تنام بيه مقهور. زين. الما يتعوض اليوم اللي تحس انت متندم على كل العلاقات الخطأ. منو هذا اللي راح يجي يعوض هذا العمر الراح؟ كذب. ماكو حبيبة تعوض اللي ينخسر. كل المشاعر هاي ردة فعل. زين. المطلوب دم بكثر ما مرتبك، عند الغصن والسيف نفس الشكل. فهاي المشكلة، ماكو واحد يعوض. ومرات يجي سؤال يعني بنص هاي، يجي واحد مثلا يشوفك ضايج، يقول انت ميت لك واحد، ليش يجي ضايج؟ انا ما ميت لي واحد،
بس انا متندم على العلاقات الغلط، على الناس اللي خليتهم وياي ومشيتهم وياي وهم مو اهل لهاي التجربه. فهذا اكو بيت لهاي القضيه. يعني انا هم كاتبه باحد القصائد: الوجه القاسي مو معناه ما متعوب، من كثر الفقد ما جاي اتاثر، انا جفوف العظيمه الما مسلم السيف، مو ابن الجفوف اللي بالغزل تخدر. سلامتك. الله يسلمك. شوف، احنا كثير من الأمور والتفاصيل اللي تصير بحياتنا حقيقة تخلينا ما نتأثر بالخسارات المقبلة. صح. يعني مرات أنت تقول أنا ليش ما دا أتأثر؟ شنو معقولة ماتت مشاعري تجاه هذا الشيء يعني اللي خسرته؟ هو احنا وصلنا لكن لهاي المرحله. مثل ما نقول دائما الضرب على الحديد بالنهاية يلين. صح. فهذه هي تجربه تفصيلنا. ورا تجربه ورا تجربه نوصل لهاي المرحله. شنو أخطر شيء اليوم أريد أسألك؟ يعني إحنا بمجتمع تعرف تفاصيل كثيرة، ترندات، سوشيال ميديا، مشاهير وإلى آخره. شنو اليوم برأيك أخطر شيء يمر به المجتمع؟ من البديهي بمجرد ما تسألين أي شخص تقولي له أخطر شيء بالمجتمع يقول لك الجريمة مثلا. زين. بشكل شخصي أنا ما أعتمد هذا الشيء. قبل الجريمة أكو أشياء تفتك بالمجتمعات: الوهم والتعلق والعاطفة. نعم. منو أكثر شيء بيهن؟ الوهم. من تشمل العاطفة. أنا أقول لك هو راح أوصل لك للعاطفة. زين. بس ليش قلت بالبداية الوهم؟ تمام. الوهم هو بداية لكل شيء. من أنا أتوهم بالناس وأقول هم ذولا المثال الأعلى بحياتي، وهم بالمناسبة لا، هم شخصيات فارغة من جوه، بس جاي يضحكون عليك، جاي يقولوا لك إحنا زينين. أو ربما أنت توهمت بيهم، يعني جربتهم ببعض أعطيتهم التفاصيل حجم. البسيطة أي. وانبهرت بالبدايات. أعطيتهم حجم. تمام. فهذا وين وصلنا النوب؟ أي. وصلنا ليا قضية، وصلنا القضية التعلق. تعلقنا بيهم بحيث ممكن واحد يعوفه له على مود شخص. وواحد ينهم يصحى. أغلب التجارب اللي أنا أعرفها إيه؟ انتهوا كما يقال أو يشار إلى هاي المفردة التهلكة. التهلكة ما بيها رجعة إلا بعد ما رحم ربي، اللي هم طبعاً. بيهم يعني نوعا ما رحمة، يخلي رب العالمين رحمة بيهم ويرجعون أو هدى. بس بنوصل لمرحلة العاطفة الزائفة. نتعلق نباوع، عاطفتنا تشتغل مو عقلنا. يقول أنا تذكرت حديث الأمير المؤمنين، يقول سلام الله عليه، يقول الصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، يرى الهدى، يرى باب الهدى فلا يتبعه، ويرى باب العمى فلا يصد عنه. شت تفسري لي واحد يعتبرونه صانع محتوى يرقص والناس تتأثر به؟ شت تفسري لي مثلا واحد عنده جيش من التافهين والفارغين فقط لأن هو يضحكهم، وإذا حكيت عليه طبعا تصير هجمة مو طبيعية عليك؟ شو تفسري لهاي الأمور بالميديا؟ هو هذا اللي يفتك بالمجتمعات. جاي احنا نتخيل أشياء، وأكو هم فد رسالة أريد أوصلها. طبعا احنا هم ما جاي نعمم، أكو صناع محتوى لا طبعا مرتبين، بس أنا جاي أحكي على التعلق الزائف. عندنا هسه موضة بالميديا، جاي نباوع على حياة المشاهير. البعض يقولون هي هاي الحياة اللي بيها فلوس هواي وفرص هواي. نصيحة، هاي اللي كذب. بتمناها. اي هاي طبعا زين. نصيحة، هاي كذب. هم جاي يصنعوا لكم فد صورة خيالية حتى تعيشون بيها. حتى المرأة تتمرد على رجلها، والرجال يتمرد على أهله وزوجته، ممكن يخونها والعكس. ليش؟ حتى يوصلونا لانهيار المجتمع. نوصل وين؟ للجريمة. نرجع للصفر. طبعا الجريمة منين تبدأ؟ من ذني. شوف، هم حتى بنفسهم ما مقتنعين باللي جاي يقدموه، يعني أغلبهم عايشين حياة من الداخل تعيسة. ما موجودة زهراء. تمام. الحياة اللي جاي نشوفها مقاطع الفيديو أو الريلزات والله العظيم ما موجودة. أنا أغلبهم أعرفهم ترى. يعني إحنا صار لنا فترة بهذا المجال نقول كشعراء، فنعرف الصادق من الكاذب. أكو محتوى جاي ينزل، المحتوى الديني، مرات المحتوى الرياضي، حتى المحتوى التمثيلي. لأن بالفترة الأخيرة نقول السينما العراقية والدراما نوعا ما بدت تاخذ خطوات صحيحة، بس أكو أشياء كارثة. يعني ريلز يحرض على الخيانة وعلى الجريمة. يعني أنا ما أريد يعني أقول أنا وأصير مثالي براس الناس، بس والله العظيم هاي موجودة. بالعكس احنا اليوم جاي ننقل واقع. صح. يعني واقع حال دا يعيشه أغلب الناس، خاصة صح. المراهقين
اللي جاي المراهقين كارثة. جاي تأثر على شخصيتهم وجاي يطلعون عن الطريق مثل ما نقول. فهذه أشياء يعني المراقبة أصبحت قليلة ماكو جدا قيود. من قبل الأهل. قيود ماكو. يعني مرات أنت تشوف وتتابع تقول معقولة إحنا كمجتمع عراقي وصلنا لهذه المرحلة؟ يعني وين راحت الغيرة العراقية؟ نسائنا اليوم، رجالنا، شبابنا، ماكو قيود. يعني الشباب تشوفهم تحولوا عفوا لنساء. بعض الشباب النساء أيضا تجسد شخصية شاب من ملبس ويعني تفاصيل ما أعرف شنو نحكي عليه. يعني هي مشكلة ترى هذا الحديث، يعني هذا القضية هاي المشكلة طويلة، يعني إذا نحكي عليها من الباكر ترى طويلة طبعا، لأن هي هسه هاي بدت بانهيار العائلة. نعم. طبعا بعد هذا الحديث اللي معاك يعني احنا لازم نستمع لشيء جديد من عندك إن شاء الله تدللين. نعم. القصيدة الجديدة تقول: مبر الذمة من يوم الطفولة وياك، الحد الشيب هذا اللي بالشعر نازل، أنا المحبس اللي ينجر من المكتول، وانت المحبس الوي الذهب خاتل. احنا اثنين بس ننجمع راح نموت، وقلت لك بالمراية يبين الكاتل، واحد مشط بيده يرتب وفرحان، وواحد بيده سيف من القلق شايل. نوم يم جثة وما أفز مرعوب، نوم يم جثة وما أفز مرعوب، عند الرغبة قلت من كنت جاهل، إذا نفس عدوك كان يمشي وياك، بعد مالك خلق بالمعركة قاتل. البرود اللي عندي مو فجأة وصرت ما خاف، انعدام الثقل حد قطع النفس واصل، ومو بالصدمة يتخبل اللي عنده إحساس، قبل الصدمة أصلاً كان مو عاقل. بديت أنسى الأسامي وبيتنا وطاريك، ولا عندي حكي خليك متفائل. أحب الزلم من تتعصب وترتاح، وما أحب الزلم من تبكي وتغازل. سلامتك. حبيتها. الله يسلمك. الله يسلمك. زين، يعني هذه آخر قصيدة أنت كتبتها. نعم. كانت من شيء معين لو هيك حبيت أنه تكتب عن هذا الموضوع، يعني من ردة فعل أو موقف؟ هو مو موقف، بس أنا صراحة أكو ناس كانت بحياتي وللآن أنا أعترف تندمت لأنهم كانوا بحياتي. كنا اليوم هيجي. فردت أوضح الفرق. شنو الفرق بيني وبينك؟ أنا من أقول بالقصيدة أنا المحبس اللي ينجر من المكتول، وانت المحبس الوي الذهب خاتل. تدرين شو أريد أقول بهذا البيت؟ وأكيد وصلت الرسالة للمقصود. إنه أنا تلقيت المصاعب يعني بصدري، أنت كنت وراي ما تدري شكو، أنت كنت مرتاح ويا الذهب، أنا كنت بالجثة اللي سحبوا من عندها المحبس. فردت أفرق وحتى هو يعرف. احنا من بعد هذه القصيدة اللي كتبتها لازم نستمع لشيء. بكل حلقة لازم تكون أكو فد جزئية للأب والأم. إيه لازم طبعا. مو تمام؟ فنريد نستمع أيضا لشيء من عندك يخص كيف وظفت الأب والأم بقصائدك. المشكلة أنا ما كاتب قصايد كاملة خاصة للأب والأم، بس أنا مخليهم بكل قصايد الوجدانية، هم ما يدرون. زين. بس أكو مقطوعات كتبتها، أكو مواقف صارت وياي فخليتهم حتى أوثق هذا الموقف. يعني مرة من المرات رجعت للبيت أي وكنت ضايج يعني مقهور، فاحتاجت أمي أحكي وياها. أمي كانت رايحة يم خوالي. أي فقلت لها: أنا يا يمه ما جاي أفهم الناس، متغير وأشوف الدنيا ظلمة. أنا يا يمه ما جاي أفهم الناس، متغير وأشوف الدنيا ظلمة. مشاكل عندي وأعرف أنا رجال، بس القلب ما معروف خصمه. مو بس الطفل يحتاج تأديب، حتى الزلمة هم يحتاج أمه. الله يسلمك. أكيد بدون شك. الأم نحتاجها بكل تفاصيل حياتنا، يعني قد ما راح نكبر راح نحتاج الأم والأب. يعني وحتى على قضية الأب، من كنت صغير كانت الدنيا كلش باردة وأبوي طلع للشغل. زين. هذا المشهد ظل ببالي لحد ما صرت شاعر، فكتبت له. قلت له: القساوة اللي عندك أحسن من حنان الناس، وإذا صيحت غير ابنك طلع رجال، أشوفك تكبر وأخسر حرب وفلوس،
من يوقع القائد يوقع الخيال، تموت من التعب بس احنا مرتاحين، وتعيش الصبح وي طلعة العمال، خشنا جفوفك وعند ترف من الريش، أنا المفروض أسوي لخطوتك تمثال. الله. الله يسلمك. يستاهل الله أكيد. يسلمك. تحياتنا أكيد لكل تحياتنا آبائنا. لكل الآباء والأمهات، لأن هم بسبب إنه نوصل لهاي المرحلة بعد الله ومحمد وآل محمد. زين علي، اليوم شو وقت الإنسان يعني برأيك يبدي يتجاهل لما يكبر بالعمر، يعني وممكن إنه يكون قلبه تعبان بعد ما عنده أصلا استيعاب للألم، لو الاثنين سوية؟ الرغبة من تروح، من تقل الرغبة عند الإنسان يبدي يطلع الشيب، يبدي ينعزل، يبدي يشوف الأشياء بطريقة ثانية ما كان يشوفها وهو نقول مراهق أو تو شاب. هاي آخر أيامي وكل شي ما رايد، هديت وعلمتني الدنيا ما رادت، كنت بالشارع ألعب وأركض وفرحان، بس تفاجأت لمن صرت والد. لا تحكي لي قصة صغيرة قبل النوم، شفت مشهد ودم من الرعب جامد، أباوع بالمراية والتفت على البيت واحد مثل شكلي على الدرج قاعد، وهذني الشققتهن مو رسايل ناس، بيهن دمعة أم وشيبها الزايد، وكنت تضحك وانت تقطع المرسال، واقول لك ليش حتى احساسي ظل بارد، الجبان اللي بالحرب يتفرج على الخيل، ومن تخلص يقطع جثة القائد، ما منتبه، ما أدري المشاعر عيب، ولا متربى صيرا بالزعل حاقد، أنا حتى عدوي وهو جاي يموت، أرت بهدومه مثل التو متواعد. سلامتك. الله يسلمك. هذه القصيدة أخذت صداها اي طبعا عندك وما شاء الله. اي قبل قرأتها بمنتدى النخلة، وسبحان الله استغربت اني يعني حتى الاصغر من عندي بالعمر يعني واصلين لهذا التفكير، انه انا تفاجأت صرت والد او صرت مسؤول. طبعا كنا اليوم نمر بهذه المرحلة. أنا من خلال ما يعني سيرشات، لازم احنا نسوي سيرش، ها؟ لازم وشفت كثير من المنشورات اللي عندك تخص الإمام علي عليه السلام، شنو سرك؟ سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، أسد الله الغالب علي ابن أبي طالب. هسه أنا المثل ما يقدر يوصف أمير المؤمنين، فتريديني أحكي لك عن الإمام المعصوم المفترض الطاعة، لو أحكي لك على الإمام علي اللي عرفته بفطرتي، لو أحكي لك على الإمام علي اللي من أزوره وأروح للنجف أرجع للبيت أنا مرتاح نفسيا. بس راح أقول لك فد قضية أقدر يعني. أول ما بديت أكتب شعر سوى مهرجان الأمير المؤمنين بمنطقتنا، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، فقالوا يا الكاتب، تعرفين هذا شغف البدايات، اي انا كاتب الامير المؤمنين، انا ما كاتب حرف والله العظيم، خلوا اسمي بالبوستر ونزلوا الصوره، فبالليل قلت له يا مولاي انا خو ما تريد نتفاشل ويا العالم ويقولون هذا والله العظيم ويقولون مخ الشاعر، قلت له ولو 3 أبيات 4 أبيات وانا ادبرها، بس المهم تطلع. قلت له والله الباقي انا ادبره. يعني سبحان الله رب العالمين ببركه امير المؤمنين رزقني قصيده الامير المؤمنين لليوم، صار 7 سنوات لليوم كل ما اصعد على المنصه يطلبونها. اتذكر لك من عندها بيتين. زين. زارنك نوارس مره للبيت، عدهن مشكله عن نورس ارتد، بوقتها كان قاعد يمك غراب ما حسسته يمهن لونه اسود. فهيجي بالبدايه وصفت امير المؤمنين. من كبرت بالعمر وبديت اكتب شعر وصلت لمرحله انه اقول يعني احاكي امير المؤمنين اقول له عمرك ما خلص بين الاكل والنوم، وراحت بالك مثوبها للسهران، الخليفه الاجتماع اللي ما قعد بالبيت، من كان الحكم مختصر على الاذان، اريد اعرف شلون على الغدا تقعدون، حكيكم على السفره مشبع الجيران، ومن تخبز الزهره شو يسمع التنور، ويطلع بنفس ما يخنق الدخان. سلام الله عليك. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين ومولاة الزهراء. لحد ما قبل فترة كتبت قصيدة جديدة لأمير المؤمنين، أي فراح تتوثق من خلال هاي الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. تقول قبل ما أعرف اسمك وأدري بيك إمام، وهستوها الشوارب بادية تخضر، بشارعنا عجوز اسمعها هيك تقول اللي يزورك بواهس يرجع يشور، علش قد كنت هادئ وانت بيدك سيف، وبن ود راد قدر مكانه يستصغر،
هو يقول لك اقتلني أريد ارتاح، وانت قباله واقف كنت تستغفر. الولاية انعرضت على الطير والبستان، وعلي ينسجن، والمظلوم واللي يغدر، وبعالم الذر انخبصت الأرواح. بس الفرق بين اللي يعبد ويكفر، واكو شجرة عنيدة وعافت أهل البيت، وكانت أمنيتها تعيش وتعمر. ولأن قالت على الرابع بذاك اليوم، كان الغيم بس فوقاها ما يمطر. يا مولاي أريد أعرف إحساس الخيل من تواجهك بالحرب وتفكر، اللي يصعد فوقها وما يدري بيك إمام، وهي تشوفك المعصوم اللي يقرر. شن ترجع شمس وتشيل قلعة وباب، هذا سهلات. آخر لحظة علي يغرق وهو يموت، يشوفك واقف على الجرف ويأشر. سلامتكم. ما شاء الله على هذه القابلية والواهس. الله يسلم. أنا أحب أمير المؤمنين، نابع من حب حقيقي. طبعا يعني. طبعا، واكو اشياء ما راح اقدر افصح عنها، يعني صارت بحياتي. الامير المؤمنين الى يد بيها. الايمان بامير المؤمنين وبولايته هي تمشي الدنيا عندي صراحه. بطبيعة كل إنسان يعني يمر في طفولته من مواقف صح. وأشياء ربما يتذكرها أو ربما ينساها، لكن اللي يأثر به يعني تبقى في ذاكرته متعلقة. اكيد. أنت اليوم في ذيك المرحلة اللي كانت تتذكر الأشياء اللي مريت بيها أو اللي أثرت بيك؟ يعني هواي اشياء ذكرتيني هسه، ذكرتيني بالقصيده. انا تدرين كاتب قصيده كامله على مود بيتين تذكرتني بطفولتي، اللي البيتين تقول هيك: الطفل من ينحرم من اللعبه يبكي هواي، أي. وتموت الرغبه من الدنيا يفهمها، بس من يكبر ويقدر يجيب فلوس يرجع يشتريها حتى يلزمها. شنو الحاجة اللي ما قدرت في يعني ذاك الوقت هواي تشتري هواي واشتريتها من كبرت؟ هواي. يعني مثلا البايسكل، قضية البايسكل. يعني كان اللي ينجح من الابتدائية تمام. أهله يوعدونه بالبايسكل، البايسكل ما إجا. هاي كلها على الشباب. إيه. والبنات احنا النوب وصلنا للمتوسطة، زين. يابا يجيبوا لك البلاي ما إجا. القضية رغم هسه قساوة الحياة بذيك الفترة، يعني الأب كان يشتغل ويكد حتى يوصل ابنه المرحلة. بالضبط. بس صراحة حلوة، يعني من تذكرين هاي الأشياء وتأثر لحد ما اليوم توصلك رجل، أنا افتخر بيها حتى إذا كانت قاسية. خاصة احنا شوف يعني بديك المرحلة احنا البنات يعني كانت طموحنا او احلى شيء ممكن يصير عندنا بعد النجاح هي هذه الالعاب اللي تكون بطول الشخص نفسه. إيه. طول هي الهدية، يعني. هي القيمة، مو القيمة المادية. اي شعارها كذا وايد. تعرف ذاك الوقت كانت يعني الاسعار مو مثل هسه، يعني اسعار غالية غالية. وين الأب يقدر والأم يجيب؟ إيه، ما وين عندهم يقدر هاي يجيب؟ الإمكانية. هو بالقوة جاي يخليك نقول تدرسين تكملين تمام. دراستك، إنه بيجيب إيه. هدية كارثة. بس كلش يعني قوي هذا البيت ومؤثر. صراحة هو على مود هذا. بالمناسبة زهراء، أنا على مود هذا ذن البيتين انولدت قصيدة اللي تقول: لا حب، لا كره، لا هوس بالتفكير، نايم من وقت وأعصابه لازمها، مثل اللي يحترق بيته ويجي يطفيه، الغراض اللي ما اشتعلت بعد ما يلمها، شوية شوية قمت ابتعد عن الناس، شلون الجثة لمن يبتعد دمها، كنت حتى اللي يطردون أهله يمي بات، وروحك مرضت ما حد قاعد يمها. سلامتك. الله يسلمك. خلينا ننتقل لمرحلة السماح بعد الطفولة. كبرنا وتجارب. كبرنا وقامت تضغطنا المواليد. أي. فإيش وقت الإنسان يعني يقرر أنه ما يسامح؟ لما الجرح يكون أكبر من القلب، لو لما التعب يتراكم بحيث بعد ماكو مساحة أنت ممكن تتحمل؟ مثل ما قلتي طبعا حسب التجربة وقياسها. يعني الجرح اللي موجود بهاي التجربة، الكلمة، السر اللي طلع، يستاهل نعوف هذا الشخص؟ اي نعم. وأفضل الإنسان يوصل لعدم المسامحة. لا تسامح. ليش؟ لا تسامح، ما يستاهل، ما يستحق. يعني أنا اليوم أسامح شخص حتى يرجع يغلط، يجوز عرف أدرك خطأ. حسب نوع الغلط. إذا كان الغلط أقدر أنا وأنت نسيطر عليه، تعال أنا مسامحك. بس إذا ما نسيطر عليه وانتشر وصار نقطة ضعف بعلاقتنا، لا، الله وياك، ما أريد أكمل الحياة وياك. شوف، هو مرات يعني ينبع هذا الشيء من تجارب
يعني ما كل يوم الإنسان يجي يحكي كلام اعتباطا. لا لا نهائيا. فأكو البعض يقول لك لا أنا أسامح، أنا أريد أنطي فرصة. ماكو مشكله على هسه. قدر المحبة ممكن الفرص تنطي. هو طبيعي، بس هسه من تساليني انا مثلا شنو ما اسامح، هسه وانا جاي احكي ببالي هواي ناس انا سامحتهم. ليش؟ لان هي المشكله صغيره، ما يحتاج انه واحد يتعصب ويقول له الله وياك. بس زهراء اكو اشياء للامانه يعني مو ماله سامح عليها، مو ماله اقول له تعال ارجع خلينا نمشي سوا، مو ماله قال اقول له يعني تعال خلينا ندز لك رساله وتدز لي رساله وترجع حياتنا الطبيعيه. لا، ما يحتاج. الله وياك، انت مو مؤهل تكون صديقي او مو مؤهل تكون قريب من عندي. بعد الله وياك، ايه. ليش الناس اللي تزعل وياهم أو تطلعهم من حياتك تطلع كل أسرارك وياهم؟ خلنا اقرا لك، لان هسه ذكرتيني من قلت طلعت اسرار او يطلعون من حياتك. طلعتك من الصور ومن القلب والدم، وكل من ينام بسجن والوحده يحلم. لا تشيلها جنازتي ولا تبكي ذا سئلوك، وصيت اهلي ترى من الفاتحه يطردوك. من الفاتحة. إيه انتهت، حتى اذا مو تطردونك من الفاتحه. فدنا بالمرحلة اي واصلة. احسن زهراء احسن. عندك قصيدة سمعتها تقول أخاف أنسى وفز الصبح. الصبح واحكي وياك، أي. خاف انسى وفز الصبح واحكي وياك، بعد هالليله ما سامح، ومثل الشاي لبنه ويمشي بالتابوت، الطريق اصعب من الرايح لبس رايح. بيش التهوا اهلك حتى ما يربوك، وبيش انا التهيت وشيبت شعري، ولا تهددني ذا عفتك اموت بساعه، خسرك لو صرت عمري. انا ما اريد اعيش لوحدي بس مجبور، اللي تقرب الهدوءك تاخذ الهوسه، بدليل الفارس ويا المهره عشره هواي، بس من ترتبك بالمعركه تدوسه. سلامتك. الله عليك. الله يخليك. ليش أحيانا يعني نرجع لنفس الأماكن إيه. لكن بأدوار مختلفة؟ طالب الأمس وأب اليوم. احكي لي الموقف من سجلت ابنك بنفس المدرسة اللي أنت كنت تداوم بيها. هي ليش؟ طبعا هي المدرسة كان اسمها أسامة بن زيد، أي. النوبة تحولت السيد القراء. المدرسة قريبة على بيتنا، يعني احنا ما شلنا، أنا من كبرت بالعمر ما تحولنا لغير منطقة، ظلينا بنفس المنطقة. أكو خيارات ثانية أودي لغير مدرسة، بس أنا تقصدت أودي لهاي المدرسة حتى هم أشوفها وهم أقول له خليه يعيش التجربة اللي أنا عشتها. فقبل ما أدخل للإدارة التفتت على الساحة، تذكرت من كنا احنا صغار ونلعب. تذكرت إنه بالمدرسة ماكو شيء اسمه مي. حانوت؟ حتى الحانوت ماكو شيء اسمه مي، يعني ما ادري، أنا دائما نرجع عطشانين ما ادري ليش. زين. والله العظيم ما ادري ليش. هاي من الركب من ما الهاي. ادري نلعب. زين. اي. ف كانت اكو مدرسه تدرسنا رياضيات بالابتدائيه، انا احاول اجي اقعد بالرحله الاولى، هي شو تسوي تغير مكاناتنا، دائما انا اقعد بالرحله الاخيره. ما ادري الطلاب بذاك الوقت شلون كانوا يفكرون بالامر، بس انا كنت اضوج. اي فسجلت ابني ورجعت. زين. فطلع هذا البيت، أقود ابني وأطب للمدرسة وأنساه، وتبدي الذاكرة ترجعني وأتخيل بالرحلة الأخيرة قعدت كنت مهضوم وأتحدى المعلمة وأطلع الأول. سلامتك. أنت بالأخير خاف كنت طويل، لأنه ما عادة أدري الطويل يقعد لا هي بالأخير. بكيفه، هي بكيفه مو بس أنا. هيك. أنت تعال قعد هنا، ما أدري تخلص وقت، ما أدري. هسه إذا عاش الله يذكرها بالخير، وإذا ميتة الله يرحمها إن شاء الله. لو كانت نهايتك بإيدك إيه. شلون كنت تخليها؟ طبعا هو ماكو واحد يغير القدر مالته ولا بمزاجه يركب النهاية، يتمنى. بس هي مرات أمنية. يعني أنا أريد قبل ما أموت بدقائق يعني واقف بمكان مسوي بي موقف الناس ورا ما أموت تترحم لي عليه، مو بيدي. المشاعر تقتل الخواف، وإحساس البشر يوميا يتبدل. أحلى هدومي ألبسها من أظل بالبيت، أفكر لو متت ما أطلع مبهذل. سلامتك. الله يسلمك. طبعا راح أقول لك بمفردات. إيه. تمام، جاوبني عليهن. ماشي. قصيدة، تعليق، بكيفك، الخيار ماشي. لك. لكن احنا نريد نعرف شنو يعنن لعلي تحديدا. الخذلان. كنت حاسب حسابك للذبح وياي، وجنايزنا سوا بنفس الحبل تنشد. أثاريك انت آخر طلب للمعدوم، قبل ما تنعدم عظامك تشهد. كبرياء. لو تدرس سمعت براسي من طاريك، صوت خيول وتدق بحوافرها، وما بينت
رايح بالقلق جناز، أنا لأخزرها ينحلن ضفاير. الذاكرة. رجعت بذاكرة أهلي من قد ما ملولي لك، وما ظل أمه حتى طلوق، وأنا الجنت ألمك مثل ما شعرك يلم الطوق. ليش تقل جنسيتك؟ شعليها مواليدي، أنا كبران من الشوق. نختم بشيء كبير نعم. وأكيد يعني للجميع ومن عندهن أنت، شيء كتبت عنه للإمام الحسين عليه السلام. خوش. أريد أستمع. أنا راح أختصر لأن أريد أوصل هاي الرسالة، يعني شلون شايف الإمام الحسين عليه السلام. لو ما الإمام الحسين والتضحيات اللي قدمها ما يوصلنا الدين ولا توصلنا هاي التضحيات. فأقول له نفذ صبر القطن والتفت نزف الدم، وشيبك كان واضح والرمح مبهم، ومو عن الرواية الزلمة نعرف بيه، من ينقطع راسه وبعده يتقدم. سلام الله عليك يا أبو عبد الله. سلام الله عليه. قصائدك بها يعني عبرة وشيء قوي. وهذا الطريق اللي اختاريته حتى ذا خسر بي. الله يوفقك إن شاء الله. شكرا زهرة. احنا نتأمل أكيد من كل الناس اللي دا تشوفنا الآن يعني استمتعت وأكيد وصلها الإحساس والشعور إن اليوم شاء الله. اللي علي قدمه. إن شاء الله. احنا شاكرين أكيد طبعاً. وجودك ويانا. شكرا إليك، شكرا للكادر، وإن شاء الله تكون حلقة تليق بالمشاهدين. إن شاء الله. الله يسلمك. إذن أكيد مشاهدينا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله أكيد عندنا حلقات أخرى. تقبلوا تحياتي، معكم أني زهرة، مع السلامة.